كده فيديو مشتريات، في منها لرمضان وفي منها للمطبخ وفي منها للعيد كمان. تعالوا دلوقتي نشوفها، هقولها معاكم بالاسعار. طبعا انا لسه جايبه المشتريات ديت النهارده وقلت اشاركها معاكم بالاسعار عشان لو حابين تشتروا حاجه منها تبقى عارفين الاسعار عامله ازاي. جبت المضرب ده سيليكون، وانت بتجيبي خلي بالك بيبقى فيه سيليكون وفيه بلاستيك. انا جايبه السيليكون. ايه الفرق؟ ان ده بيتحمل النار، اما البلاستيك لا، بتحطيه في النار بيسيح. لو هتعملي حاجه سخنه مثلا بشاميل او حاجه طبعا بيسيح. ده سيليكون، خدي بالك زي ما قلت لك فيه بلاستيك وفيه سيليكون. ده كان 25 المضرب. اول حاجه كده جبت الازازه دي. الازازه دي بقى استعمالاتها كتير قوي قوي في المطبخ. ممكن تعمليها للزيت، الزيت العادي، زيت الزيتون، للشربات لو هتسقي بها حلويات. استعمالاتها كتير كتير وبتبقى طبعا مريحه في الاستعمال. طبعا انا جبت دي وعندي منها الصغيره اوريها لكم، اكيد شفتوها معايا في الفيديوهات. دي الصغيره منها ودي الكبيره، وهبقى اجيب منها كمان من الحجم الكبير ده. ديت بحط فيها الزيت كده. استعملها سهل جدا جدا، شفتني وانا بستعملها، اكيد شفتوني في الفيديوهات. دي كانت ب45 الحجم الكبير ده. جبت كمان كيلو حليب بودره، الله المستعان، بقى ب220. ده اللي هو خالي الدسم. طبعا بستعمله معاكم في الحلويات، لو هعمل كريمه، لو هعمل اي حاجه. ده قلنا بديل الحليب السائل، لو مش متوفر عندك بتقدري تستخدمي ده. ده كان كيلو حليب بودره خالي الدسم ب220. اظبط لكم الصوره. جبت كمان الكنكه اللي هي النحاس دي ب85. دي شكلها، هي عيبها ان ايديها قصيره، والمشكله ان ساعات لما بطلب من الملايكه يعملوا لي قهوه بيعلوا النار، مع ان القهوه المظبوطه بتبقى على نار هاديه، فاذا علوا النار عليها مره خلاص انحرقت الايد. المهم ديت كانت ب85. جبت ب5 جنيه عرق سوس. ده طبعا عشان الماسكات بتاعه العيد ان شاء الله هنعمل منها ماسكات وسيرم حلو قوي قوي، هيفتح لك بشرتك وهيشيل التصبغات. مش موضوعنا دلوقتي. شويه دول كده ب5 جنيه. جبت كمان المربى دي في تراك، طبعا احلى مربى، وجايباها تين. تقريبا كانت ب75. طبعا في تراك زي ما قلنا احلى مربى ب75. جبت المقصات دي. طبعا انا كنت عايزه مقص، فلقيت المقص اللي هو لوحده ب45، والتلاتة دول قالت لي سعر قديم في المحل. اللي جاي جديد هيتباع قالت لي ب140. فقلت لا، استغل بقى ان دي اخر قطعه لا، في هناك واحد كمان. التلاتة دول ب70. انا كنت هجيب واحد بس، قالت لي الواحد ب45. فقالت لي خدي ده اوفر لك، لان اللي نازل منه 3 مع بعض ب140 تقريبا. فجبت التلاتة دول بحتاجهم كتير في المطبخ. وده كمان فيه فتاحة اهي لو احتجت، او كسارة بندق. دي قلنا التلاتة دول ب70، سعرهم حلو قوي التلاتة مع بعض. جبت كمان ازازتين فانيليا باودر. طبعا انا بستعمل دايما معاكم الفانيليا السايله، بس احمد اللي راح جاب وانا استنيته بره فجاب لي الباودر دي، مش مشكله برضه هنستعملها، ريحتها حلوه جدا. جبت الشريط ده للسبرتايه ب5 جنيه عشان الشريط بتاعها خلاص خلص، عايز يتغير. جبت كمان الفوطه دي بغطي بها المعجنات، بنشف بها حاجه على حسب بقى انا هعملها لايه. اوريكم حجمها كده. فتحتها كده، حجمها حلو مش وحش. لو غطي بقى مثلا طبق معجنات ده حجمها. كده ده الحجم. ودي قلنا كانت بكام؟ انا قلت لكم دي ب35. جبت كمان البرطمان العسل ده. طبعا صاحب السوبر ماركت كان هناك انواع كتير، بس هو اللي اختار لي ده، قال لي خديه وجربيه، بيدي طاقه وحلو قوي وعسل نظيف كمان. ده مش عارفه والله كان سعره كام، 500 لا استنى، ده كان ب120. ايوه كان ب120. عسل نحل روان طبيعي 100% ب120. شوفوا بقى الحاجه اللي انا فرحانه بيها دي بقى اللي خاصه بالعيد. ده طقم تسالي
ده شكله، اوريكم كده الشكل اللي على الكرتونه هتفهموا. ده بقى فيه عيون كده او اطباق، بنوزع بقى تقديمات العيد كده وحلويات العيد. هنفتحه بقى مع بعض. ده كريستال، كان في منه هناك البلاستيك. طبعا انا كنت بتفرج بس، ف احمد لاني عايزاه، بعد ما قلت لها لا خلاص مش المره دي، قال لي لا خلاص هاتيه. هنفتحه بقى كده. حلو، شكله حلو قوي. ودي الايد بتاعه الغطا عشان يبقى سهل علينا نفتحه. هركب الايد وارجع اوريه لكم. ركبت الايد كده، وده شكله. قلت لكم كان فيه بلاستيك، بس الكريستال طبعا شكله احلى، وكمان هيبقى مبين التقديمات بتاعه العيد اللي جواه. هيبقى شكله حلو قوي على ترابيزه العيد والتقديمات. وده طبعا بيفضل لو حافظت عليه بيفضل بلونه الحلو ده، وبيفضل عندك سنين كتير ان شاء الله، بس احنا نعيش لما ندوبه. ده شكله من جوه متقسم. طبعا بتحط بقى الحلويات باشكالها والشوكولاتات. ممكن تحط هنا كمان، او بتسيب الخانه اللي في النص دي فاضيه لو في قشر سوداني او قشر لب او حاجه بتبقى في النص كده. نشيل بقى دي عشان انا هفرقعها دلوقتي بعد ما اخلص معاكم. وده كده جميل وشكله حلو قوي قوي، الله تحفه بجد. وده كان ب 370 سعر اهو، متسعر على الكرتونه 370. شكله حلو قوي زي ما انتم شايفين كده. كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم طيبين. لو حابه تنزلي تجيبي حاجه من ديت قبل العيد او حاجات رمضان كده، قلت لكم الاسعار وكل حاجه. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. ولو استفدتوا منه باي معلومه ما تنسوش تحطوا لايك عليه وتشيروه مع اصحابكم وحبايبكم. ما تنسوش تروحوا على اول تعليق هتلاقوني سايبه كل لينكاتي. وكل سنه وانتم طيبين، واستنوا ان شاء الله بجمع لكم فيديو مشتريات حلو ليا خاصه بيا انا، حاجات العيد. كل ما اجيب حاجه كده ليا بصورها، وان شاء الله هجمع لكم الفيديو ده وانزله لكم، سواء عبايه او بوت او شنطه او اكسسوارات. بجمع لكم فيديو هيعجبكم قوي قوي، لانه عاجبني اصلا. انا في حاجات كده جبتها وبصورها اول باول كده. وكل سنه وانتم طيبين، وما تنسوش تشيروا لينك القناه لاصحابكم وحبايبكم. وسلام.